احتفالات رأس السنة وتنظيم إفريقيا. هذا ما جعل الأجهزة الأمنية المغربية تواجه تحديا تاريخيا: كيف تحافظ على الأمن العام بين مواجهة تدفق الجماهير والزوار من كل مكان. في هذا الفيديو نتعرف على تفاصيل الخطة الأمنية الشاملة التي وضعتها الدولة لحماية المواطنين والزوار، وكيف استطاعت الأجهزة الأمنية إثبات جدارتها أمام الحدثين الكبيرين كأس إفريقيا واحتفالات رأس السنة. تم نشر خطة أمنية متكاملة في مدينة دخلة بمشاركة وحدات الشرطة بمختلف أنواع، بهدف ضمان سلامة الاحتفالات وتسهيل حركة المرور والحد من أي مخاطر على المواطنين وعلى الزوار قبيل رأس السنة. هذه الخطة شملت تعزيز الدوريات في الشوارع وحماية الفنادق والمطاعم والمناطق السياحية نظرا لوجود كثافة سياحية كبيرة على السواحل. في طنجة كذلك تم توظيف أكبر عدد من رجال الأمن والقوات المساعدة لتأمين ليلة احتفال رأس السنة وضمان أن يسود الأمان في أكبر مدينة على الساحل الشمالي، الدار البيضاء، والتي تعتبر أكبر مدينة في المملكة. لم تقتصر لحظة عن تنفيذ خطة أمنية شاملة على نشر عناصر شرطة فقط، بل رفعت درجة اليقظة القصوى إلى نطاقات التجمعات الكبرى بما في ذلك الأحياء مثل عين دياب والمناطق الرئيسية. تمركزت قوات في الشارع المزدحمة ثم ثبتت نقاط المراقبة عند المظاهر الرئيسية للمدينة لضمان عدم دخول أشخاص أو مواد محظورة. تحت قيادة عبد اللطيف حموشي المدير العام للشرطة والدرك الملكي تم وضع خطة أمنية واسعة تستخدم أحدث التقنيات، منها آلاف الكاميرات المتصلة بمراكز القيادة وترصد حركة الجماهير في الوقت الحقيقي. بما أن احتفالات رأس السنة جمعت زوار من إفريقيا، تم إنشاء مركز تعاون أمني إفريقي داخل المغرب بمشاركة ممثلين أمنيين من دول مختلفة، بالإضافة إلى منظمات عالمية مثل الفيفا، الكاف، انتربول لتأمين البطولة. كانت هناك كاميرات مراقبة متطورة، غرفات قيادة وتحكم، أنظمة تحليل البيانات لضبط أي سلوك مريب. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. إن كان لديك أي تعليق اتركه في التعليقات، سنجيب عليه إن شاء الله ونتناقش عليه.